والواجب على المسلم أن لا ينشر شيئا حتى يتحقق. سورة الفاتحة تمنع غضب الله، سورة ياسين تمنع عطش يوم القيامة، سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الفلق تمنع الحسد، سورة الناس تمنع الوسواس. إذا شعرت في ثقل أو بثقل في نشر الرسالة فإن ذنوبك هي التي أثقلتها، فلا تترددي في نشر هذه الرسالة لعلها تكون سبب في دخولك ودخول الجنة. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. سورة ياسين لا يصح فيها شيء. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وليس صحيح أنها تمنع غضب الرب، ولم يرد في هذا شيء صحيح. وهكذا أيضا سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، هذا غير صحيح. ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أنها تعدل ربع القرآن، لكن ما تمنع الكفر عند الموت. سورة الإخلاص تمنع النفاق؟ ما تمنع النفاق، يقرأها المنافق وهو منافق مجرد القراءة. سورة الفلق تمنع الحسد، يمكن أن الإنسان يعوذ نفسه بها، ممكن يرقي نفسه، ممكن إذا أصيب، لكن كونها تمنع. وهكذا أيضا سورة الناس تمنع الوسواس، يقرأها الموسوس ولا زال، فتمنع. هذه عبارة تحتاج إلى لكن المشكلة يرسل هذه الرسائل ناس من العوام لا يزنون الكلمة ولا يعرفون كاتب، علشان لو ربي وربك نظر للأرض في الوقت كاتب اللي معظم العالم بيعصيه هكذا كاتب، بيعصيه إلاقي هكذا كاتب، المسلمين لا زالوا على طاعتهم بكل حب. أطلب منك عزيزي القارئ بأن تبعث الرسالة هذه لكل اللي عندك. هذا استخفاف، اسمحوا لي، بعقول الناس، نشر مثل هذا الجهل والركاكة في رسائل جوال يتداولها الناس، وانشر تؤجر. هذه الدعوة بهذه الطريقة نقوم ليلة نحددها ليلة رأس السنة، هذه ستكون بدعة. هذا يشرع بدعة جديدة اسمها بدعة صلاة ركعتين في رأس السنة الميلادية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر كثيرا من البدع التي في مناسبات شتى أخذت من اليهود والنصارى. وهكذا أيضا في رسائل أخرى، مثلا تصوير العبادة بالقمار. انظروا هذه الرسالة، يقول افتح واكشط أو كذا واربح، يقول امسح واربح، كاتب اسم هنا الظاهر نفسه إلى أسفل، سبحان، وحاط سطر، لعلكم رأيتوها، سبحان سبحان، وبعدين سبحان الله بحمده، وبعدين يقول سبحان الله العظيم، ينزل، وبعدين مبروك فزت بنخلة في الجنة بإذن الله. هذه الطريقة في الأذكار غير مشروعة. وأيضا كون أنه يحكم أنه فزت بنخلة بالجنة هو ما يدريك، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع في قبول الأعمال. ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أنه قبلت لي سجدة واحدة لم أبالي بعد ذلك. وهكذا أيضا هذا الذي يتداول أيضا بين الناس، يقولون هذا دعاء تمضي سنة ولا تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة حسناتك. قال رجل من السلف لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، وبعد مرور سنة كاملة قالها مرة أخرى فقالت الملائكة إننا لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية. ما في شيء يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينتشر انتشار كبير جدا، والناس يرسلون مثل هذه الأشياء بكثرة، منهم من يسأل عنها ومنهم يرسل ذلك استجابة لمثل هذه الترهات. وهكذا أيضا قيام الليل، أحد النساء يبدو أنها ولدت دعاء من عند نفسها لمن أراد أن يقوم الليل أو يستيقظ لصلاة الفجر، وتقول أنها جربته مرارا، ومن أراد أن يستيقظ فعليه بترديد مثل هذا. وهذا الكلام غير صحيح، ولا ينبغي للإنسان أن يلتزم شيئا من الأذكار غير ما ورد في الكتاب والسنة. والإنسان لا يجوز له أن ينشر شيئا إلا إذا عرف أنه صحيح وتحقق أنه ثابت. وأخشى أن يكون مثل هذه الوسائل تقنية تستغل استغلال سيء أحيانا لنشر الجهل والبدع، فيكون الأثر سلبي. المفروض أنها تستغل لنشر السنن
والعلم الصحيح الثابت ويثقف الناس، فرصة للدعوة إلى الله عز وجل تصل إلى كل أحد. لكن أن ينشر فيها مثل هذه الجهالات. أقول نفس القضية، حملة استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر، ثم يقول انشرها ل10، وأحيانا يقسم عليه أن ينشرها. لماذا تقسم عليه؟ بأي حق تحمل الناس هذا؟ ومثل هذا لا يجب على الإنسان أن يستجيب لمثل هذا المقسم. وهذه الحملة بهذه الطريقة حملة استغفار، هذه طريقة غير مشروعة يا أخواني. والواجب علينا أن نعبد الله بما شرع على الطريقة الشرعية. لا يوجد شيء اسمه حملة استغفار، وإنما المؤمن يستغفر دائما أناء الليل وأناء النهار. لا توجد حملة مؤقتة بوقت يتداعى إليها الناس ويقال حملة استغفار، وإنما فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات. فهذا هو الحري المؤمن أن يكثر من الاستغفار دائما. أما حملة بمناسبة مثلا تخفيض أجور رسائل أو انعدام الأجور أو نحو ذلك، فهذا كلام غير مشروع ولا صحيح. وبعض هذه الرسائل ركيكة، وعدوهم يفتك بهم بهذه الجهالات التي يمكن العدو أن ينشر أشياء يرعب الناس ويثير الشائعات فيما بينهم. فمن غير الصحيح أن نساعد على مثل هذه القضايا، فكون أن نكون ذراعا لهم بنشر الشائعات والأراجيف في المجتمع فهذا غير صحيح، وإنما تطمين الناس وتثبيت الناس ودعاء الله عز وجل يخلص الأمة من شرهم في كل مكان.